والله العظيم انا من ساعة ما بدأ الماتش، يعني يمكن اول 10 دقايق كده وانا حاسس ان هي مش هتخلص نهاية عادية كده، هي هتخلص بلس 90. والله ان انا الاحساس ده حاسه من بداية الماتش، من قبل ما نجيب جون، ومن قبل ما يجي فينا جون التعادل. يعني حتى لما جه فينا جون التعادل انا حسيت انه اللي انا احساسي اتاكد اكتر ان هي مش هتخلص كده، هي هتخلص ب The Master of Suspense. النهارده انا كنت شايف الاهلي بتاع زمان. من بداية الماتش انا شايف الاهلي، هو الاهلي، هو الفريق ال- اللي انا عارفه، اللي هو شفت الهوية بتاعتنا النهاردة، اللي هي بتاعت الحماسة واللعيبة بتجري وبتعافر وبتتنطط وحماس كده، وفاهم الحاجات دي. بقالنا كام ماتش ما شفناهاش. لا، كان قبل كده بالراحة، باصي مش عارف ايه، هجمة نموذجية وبناء من تحت وكرة طولية وحاجات. النهاردة انا شفت شخصية الاهلي، الهوية بتاعتنا اللي كانت مفقودة بقالها كام ماتش. النهاردة انا شفتها من بداية الماتش، علشان كده كنت حاسس ان هي هتخلص بلس 90. ولحد اخر دقيقة انا حاسس ان الاهلي هيجيب جون دلوقتي. وزاد الاحساس اكتر، مش يعني لما جبنا التعادل، لما جابوا فينا التعادل الاحساس زاد اكتر واكتر. زاد امتى بقى؟ لما بدأت اللعيبة اللي هي الكباتن الفرقة واللعيبة القديمة اللي ما كانش بيعتمد عليها بشكل كبير الفترة اللي فاتت، بدأت تنزل. يعني أول تغييرتين قفشة سولية، بعد كده شفنا حسين. كان في وسام أبو علي قبل قفشة والسولية، تمام. وبعد كده حسين، وبعد كده في الآخر معلول. فالناس دي هي بتوع التسعينات، وهي بتاعت شخصية الأهلي دي، اللعيبة اللي بقالها كام سنة في الأهلي واللعيبة القديمة في الأهلي، هي بتاعت شخصية اللي هي فيها بلس 90. بس كان توقعي أو إحساسي إن اللي هيجيب البلس 90 ده هو قفشة الصراحة. بس مش مهم مين اللي جاب الجون، المهم إن أنا النهاردة، سيبك من إن إحنا كسبنا، إن إحنا كسبنا فوزنا ده خلاص، اللي هو احنا تقريبا ان شاء الله باذن واحد احد الدوري بتاعنا بنسبة 99%. تمام. انا مبسوط اكتر بان النهاردة انا شفت الاهلي، انا النهاردة شفت فريق اللي انا بشجعه والهوية بتاعته. انا شفت الهوية بتاعته النهاردة في الملعب، شفت الطريقة اللي دايما بيلعب بيها، شفت الحماسة بتاعته والروح بتاعته والسسبنس اللي بيلعب بيه، وال بلس 90 بتاعته، وكل الحاجات دي. بقالنا كام سنة، او مش كام سنة، كام ماتش ما شفناش مع مستر كولر. الله يسامحه مستر كولر. يعني انت في ماتشات زي دي كنت المفروض لازم تفوزها، زي مثلا ماتش بيراميدز اللي فات ده، ولا مثلا ماتش بتاع نهائي افريقيا ده، ولا انت ما شفتش الهوية دي، انت كنت سلبي بشكل ما يعلم بالله ربنا. لكن النهاردة بصراحة شابوه للفرقة كلها، شابوه عماد النحاس، الجمهور، مليون شابوه اللي ما وقفش ثانية النهاردة تشجيع في الماتش. ومن ضمن الحاجات اللي مخليه الواحد برضو النهاردة مبسوط بالشكل او بالمنظر اللي كان الفريق فيه النهاردة، هو الجمهور اللي ما وقفش ولا ثانية وكان فعلا بيشجع. لا، في تشجيع كده او تون مختلفة، الصوت اللي انت سامعه مختلف عن الكام ماتش اللي فاتوا. في النهارده حاجة غريبة، تحس كده انك رجعت ايام زمان. في حاجة غريبة كده النهارده. ومش عايزين ننسى في الشابو فريق البنك الاهلي. الفريق ده يا جدعان فريق محترم جدا، وفريق قوي جدا، وفريق حصان الاسود بتاع بطولة الدوري السنة دي، والمدرب بتاعهم مدرب ما شاء الله. مع الكبار السنة دي اهلي وزمالك وبيراميدز تعادل وفوز بس. يعني ده تقريبا، يعني على ما اذكر، ده الهزيمة الوحيدة من فرق التوب الثلاثة اللي في الدوري، الهزيمة الوحيدة. انما مع بيراميدز فاز عليه وتعادل معاه، مع الزمالك فاز عليه وتعادل معاه، ومع الاهلي الدور الاول اتعادل معاه، والدور التاني زي ما انت شايف. فبرضه شابوه لفريق البنك الاهلي، فريق محترم ويستحق التواجد في المربع الذهبي. لكن في وسط الفرحة دي
الماتش وهوية الاهلي واقترابنا من حسم الدوري، مشهد مؤثر لعلي معلول، مشهد يدل على انه خلاص علي معلول بنسبة كبيرة جدا 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 هو حاسس ان هو خلاص ما بقاش ليه دور هنا او ليه مكان هنا، علشان يبقى مع صفارة نهاية مع صفارة النهاية بتاعة الماتش يسيب الملعب ويخرج بره على طول بدون ما يحتفل مع الجمهور زي ما باقي اللعيبة احتفلت، ولا يقف ولا يفرح ولا خد بعضه وطلع على بره. فده من المشاهد بصراحة اللي اتضايق واللي اتحزن. لكن كان عندك النهاردة تقريبا مشكلتين او 3 مشاكل. اول مشكلة كانت اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي انا مش عارف في ايه ماله، يعني انا اشرف بن شرقي ده قبل ما يجي الاهلي انا كان بالنسبة لي شخصية او لاعب كرة قدم مثالي. مثالي بقى دي في كل حاجة، في العقلية، في الشخصية، في الاداء. انا مش عارف النهاردة تحسه مخضوض كده، خايف، معرفش انا فين، انا ايه اللي جابني هنا، انا ما كنتش حياة الكبار دي مش بتاعتي. فاشرف بن شرقي مش عارف ماله في ايه، انت ما كنتش كده يعني، ده انت لا انت لعيب كبير وشخصيتك اقوى من كده وانت في المكان الصح. يعني انا شايف او اللي انا كنت الفيدباك او الفكرة اللي انا واخدها عنك ان انت لعيب قوي بشخصية قوية في نادي قوي، فانت كده في المكان الصح. بس من ساعة ما جيت مش عارف في ايه، وخصوصا النهاردة دي كانت ملحوظة جدا، انت النهاردة كنت خايف كده في حاجة غريبة. ده بالنسبة لأشرف بن شرقي. الحاجة التانية جراديشار. النهاردة جراديشار كان بيلعب، لكن مش عارف برضو القعدة برضو دي أثرت عليه شوية. الماتشين او الكام ماتش اللي فاتوا انت عماد النحاس اتعامل مع وسام ابو علي بشكل مثالي علشان يرجعوا للفورمة ويرجعوا للماتشات تاني ويرجعوا للتهديف تاني، لكن باظ منه جراديشار. يعني هو حب يعدل وسام ابو علي من هنا، قام جراديشار من الجنب التاني ايه باظظ منه فبوظ الدنيا معاه. فبرضو عماد النحاس لازم يشتغل على جراديشار شوية، لانه مكسب كويس جدا للفريق وليه تأثير. فما ينفعش تخسر عشان تكسب لاعب تخسر قصاده لاعب تاني، لازم تكسب الاتنين. فلازم يعني انا عجبني جدا النهارده ان هو بدأ بيه مع بداية الماتش، فلازم برضو لا في حاجز كده عنده هيتكسر، لا حاول برضو ايه تقوم الحاجز ده. الشناوي لا انت في مشكلة. الشناوي مش عارف، لا في مشكلة كبيرة، انت ما بتنطش يا شناوي على الكورة، انت ما فيش كورة بتنط عليها، انت ما فيش ماتش اخر كام ماتش انت ما حدش شافك بتنط على الكورة، ما بتعملش تراي يا شناوي، انت ايدك ما شاء الله طويلة يعني ما تفردهاش، انت تعمل ايدك اخرها كده يعني حتى ما تفردهاش للاخر. ف يا شناوي لا الشناوي بالشكل ده كده مش هينفع شناوي، احنا داخلين على كاس عالم يا شناوي، لازم يا جدعان نجرب شوبير شوية، لازم نشوف شوبير، كان لازم نشوف شوبير في الاخر كام ماتش دول، علشان لو شوبير لقيناه في الكام ماتش دول فت وقادر وجاهز ابدأ بيه كاس عالم. ما هو انت مش هتعرف او هينفع تبدأ بيه كاس عالم هوبا هيصة كده، كان لازم تشوفه كام ماتش وما كانش عندك فرصة احسن من كام ماتش اللي فاتوا دول. ف شناوي لا شناوي مش عارف ماله، عنده مشكلة كبيرة شناوي، لازم نشوف له علاج للأطراف اللي ما بتتفردش للآخر دي. طبعا ياسر إبراهيم اللي خد تناقضات وانتقادات الفترة الأخيرة خصوصا بعد ماتش النهائي، ربنا بينصفه النهاردة وبينصفه الماتش اللي فات. الماتش اللي فات ياسر إبراهيم أنقذك من هدف في الدقيقة 90، والنهاردة عامل لك أسيست في الدقيقة 90. يعني ربنا بينصف ياسر إبراهيم
وبيعوضه، لانه فعلا يعني هو كلنا عارفين انه مش احرف حاجة ومش افضل حاجة، لكن بصراحة لعيب راجل جدا، ولعيب ما بينزلش الا لما يعمل، ما بيبخلش بنقطة عرق. وشفناه في اكتر من كورة وفي التحامات وفي القوة وفي اللعب اللي كان بيلعبه. لعيب يعني ما شاء الله عليك يا ياسر. النهاردة يا ابني ربنا بيرضيك، النهاردة ربنا بيعوضك عن اللي حصل بعد ماتش نهائي او نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. فالنهارده والماتش اللي فات ربنا بيرضيك، وربنا بيرضيك بأدائك. يعني ربنا مش رضاك مثلا باللي هو حاجة حصلت بايلك كده، لا، بأدائك الماتش اللي فات انت طلعت كرة من على خط المرمى انقذت بيها الاهلي، والنهارده عملت اسيست في اخر دقيقة في مكان مش مكانك وانقذت بيه الاهلي. فده لو هنقول ده ايه، ده كرم من ربنا ليك يا ياسر. لازم تحمد ربنا عليه. محمد هاني برضه من اللعيبة اللي كانت في المواسم اللي فاتت بت- بتشوفها بتنتقد بشكل كبير جدا. انا شايف محمد هاني الموسم ده الجندي المجهول. بعد ما رجع من الإصابة محمد هاني عامل كام ماتش ولا أروع من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. يعني محمد هاني الموسم ده والماتش ده عايش محمد هاني. مش عايز انسى حد، بس كوكا كان بيلعب النهارده بشكل كويس. العش يعني ما كانش وحش. نص الملعب مروان عطية بسم الله ما شاء الله 10/10 النهارده. برضو اكرم توفيق قبل ما يخرج كان اداء كويس. طاهر ما شاء الله عليك يا طاهر، استويت، استمر يا طاهر. وسام ابو علي، يعني وسام ابو علي نص 90 الناد متعب الجديد ده. مهاجم، مهاجم تسلم ايد وعين ورجل ودماغ اللي جاب لنا وسام ابو علي للنادي الاهلي. هداف، تحركات، عارف كده اللي هي دي موجودة. ما شفناش بقالنا كام سنة مع مهاجمين قبل ما شفناها. موديست، مروان محسن، الناس دي يا جدعان بيلعب. يعني هو عنده الحرقة بتاعت ان انا لازم نكسب، لازم اجيب جون، لازم الحرقة دي في المهاجم تبقى موجودة. تخيل حضرتك ان كنا بنلعب مع مهاجمين ممكن يقعد 10 ماتشات ما يسجلش اهداف عادي. 10 20 15 6 8 ماتشات ما نسجلش اهداف. محطة، كان دوره محطة. بسم الله ما شاء الله، محطة تلاقي وسام ابو علي، محطة تلاقي تهديف، تلاقي تحركات، تلاقي اسيستات، تلاقي ضربات ثابتة، تلاقي بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميك ويحفظك من الإصابات. مهاجم 10/10. استمر يا وسام. أداء النهاردة نزلت غيرت شكل الفريق، ونزلت جبت لنا هدف الفوز. استمر، استمر يا وسام. في النهاية فوز مهم ومثير للنادي الأهلي. يتبقى له مباراة واحدة مع فريق فاركو. الفوز أو التعادل كافي لحصول النادي الأهلي للدوري رقم 45 وللمرة الثالثة على التوالي. مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. متنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تدعوا لأخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويقويهم يا رب. السلام عليكم.